السلام عليكم حبايبي الطيبين. ترامب سحل روحه سحل واخذ دقلات بس يريد يوصل لسيد الخامنئي ويقعدون وياه على طاوله واحده ويتفقون بعد ما اتفقوا من روسيا وخلصوا من عندها. عبالهم السيد الخامنئي مثل اللي بوتن الارعن. هنا بعد ما جت تحرر رخيتها رجعت حبله. الرئيس الياباني جاي حامل رساله من ترامب كونها اتفاقيه، فقعدوا قال له ايش عندك ابني جاي؟ قال له ايران امريكا وداني يقول عندي كم شغله خلي شديده بايران عنهن، وراح اسمح له بالتصدير وراح اسمح له ايضا وحتى ينهي النووي مالته، فلازم نتفق حتى يعيش الشعب الايراني بخير. هذا محمد بن سلمان حتى شو اسمه يسوي. فالمهم شوفوا رد السيد ايش كان. قال له اولا لا اتفاق بيني وبين ترامب هذا الخنزير الارعن. ترامب ليس لديه ذره من الصدق، فلم يكن صادق مع نفسه ومع شعبه حتى يكون صادق معنا ومع الآخرين. كيف أجلس مع من تلطخت أيديه بدماء المسلمين ودماء غزة ودماء حماس ودماء لبنان؟ كيف لي أن أجلس مع إنسان هجر الملايين ودمر البيوت على الأطفال والعوائل؟ فأبلغ ترامب أنه بعد اتفاقه مع روسيا لو توجهت بوصلة الحرب إلى إيران فلن تعبر سفينة واحدة على مضيق هرمز، ونحن قد قبضنا عليه قبضة البعبع، يعني قفلوه، وعندك باب المندب ايضا مقفول، فسلم لي بعد سفينه تعبر من هناك. شفتوا؟ اجى ابو اليابان عود حتى يسوي اتفاقيه لصالح امريكا، رجع شنو حامل خبر تهديد. فدوا روح لك سيد علي يا بعد وجه وجهك. عم هاي الشجاعه هاي ماكو، هاي علي بن ابي طالب مربيكم، لين العباس ابو فاضل، لين هاي تبع علي. هو الحسين يطلع له ضد 70,000 صدره يلاقي الرصاص، كيف يطلع اتباعه؟ هذا محمد بن سلمان تنح وستير رك الجولاني عبال 4 محافظات وهو قاعد يضحك. شوف الذله والمهانه العاشينه، شوف النهج الاسلام الصحيح وين اللي طايحين ركبه ايران. شوفوا اسلامكم شنو ودوا. شوفوا الجولاني، شوفوا تريليونات محمد بن سلمان اللي يطيحوا برود احصاب. شوفوا العزه مقابل يشيلون كل هذا الحصار عن ايران وتصدروا براحتها وترجع ايران مترفه اللي عقوبات 50 سنه انهكتها، مقابل التخلي عن حماس وعن غزه وعن ايضا لبنان وعن الحوثيين، لكن رفضوا. ليش؟ لان ذول اخوتهم من جلدتهم، لان ذولاك ناس مظلومين. ايران بهذا موقفها وقعت اتفاقيه مع الله سبحانه وتعالى اللي هي الاخره والجنه. تحياتي لكم. هاي المواقف، هدوا روح لكم.